تذهب هيلين إلى البيت وكلام مريم ورائحة المطر يشرحان صدرها. تشتاق لجوان أكثر، لكنها لن تراه إلا قبل الامتحان النهائي بعدة أيام. هكذا قال لها، وهي لا تعلم بأن طني القمح المبيعان قبل الأوان سيجعلانها تلتقي به قريبا، وهو لا يصدق متى سيسلمه والده المبلغ الذي وعده به كي ينطلق باتجاه دمشق. يخبر والده وهما جالسان في الصالون يدخنان وكأنهما في مسابقة لنيل جائزة: جوان، متى ستعطيني 4000 ليرة يا أبي؟ الأب: اليوم سيجلب الرجل النقود، وغدا سأعطيك كي تقطع تذكرة السفر، ولكن اهتم بمصروفك بني، واهتم بأخيك، هو صغير وفي أمانتك. جوان: بالطبع، ولكن مصروفنا قليل وكلانا نصرف كواحد. الأب: أعلم، وأقول ذلك لأنني لا أستطيع أن أقدم لك ليرة واحدة أكثر من هذا المبلغ حتى نهاية دوامك، فأخوك الكبير يلزمه مصروف، وأخوتك الصغار في المدرسة، وأختك المريضة لا نستطيع أن نقطع عنها الأدوية ومصروف البيت. انظر إلى ثيابي، أصبحت أخجل أن أجلس بين الناس، فمنذ السنة الماضية وأنا ألبسها. كما أبحث عن سيارة كي أعمل سائقا عليها. جوان: لا والله لن تعمل، فأنت تعاني التهاب الأذن الوسطى. ألا تتذكر كيف وقعت مغمى عليك قبل شهرين في المصرف الزراعي؟ فتصور أن تأتيك هذه الحالة وأنت تقود السيارة. انتظر، ربما يبعث الله الخير ويأتي الموسم جيدا. الأب: الموسم لن يكفي الديون. جوان: وليكن، فالسنة الماضية استلمت الفاتورة ولم تأتي إلى البيت حتى وفيت ديونك، وكل ما رأيناه من الفاتورة دجاجتان جلبتهما معك عندما عدت إلى البيت، وفي هذا الموسم ربما يبقى من الفاتورة ثمن 4 دجاجات. يطلق الاثنان قهقهة قهر، ويبدأ كل منهما إشعال سيجارة جديدة. تفتح الأم الباب عائدة من التنور وفي يدها الخبز. الأم: هل أصابكما الجنون؟ وما هذا الدخان الذي يملأ الصالون؟ وكأن أحدا استأجركما لتدخنا بهذا الجنون. الأب: نعم، نحن ندخن بمقابل. جوان: أمي، ألن تذبحي لنا دجاجة لتضعينها على الرز؟ الأم: لا، لن أذبح حتى عصفورة. ألا يكفي أن أخاك حسن كلما جاء يقول مثلك، وعندما لا يستطيع إقناعي يركض وراء الدجاجات يمسك بواحدة فأضطر لذبحها. الأب: إذن اذهبي الآن واذبحي واحدة، فغدا سيذهب جوان. جوان: وإن لم تقتنعي سأركض وراء واحدة منها، أم إنها أغلى مني؟ الأم: تكرم حبيبي، الدجاجات كلها قرابين لك، سأذبح 2. لم يصدق جوان كيف مضى النهار، وعند مجيء الليل نام باكرا على غير عادته، وفي اليوم التالي ذهب إلى الدرباسية قبل موعد رحلته بعدة ساعات. لم يكن في حسبانه أبدا بأنه سيتعرض لموقف يقلب كل كيانه، فقبل موعد الرحلة بنصف ساعة كان جالسا في مكتب القطع ينتظر مجيء الباص قادما من القامشلي، وإذ بامرأة صغيرة شابة معها طفلتها وزوجا يبدو كوالدها. لم تكن تلك المرأة إلا الفتاة الجميلة زميلة الدراسة التي غرست أول حب في حياته. تسمر جوان مكانه، وقد تفاجأت المرأة كذلك. أما الزوج فكان منشغلا بجلب شيء ما للصغيرة كي تتوقف عن البكاء. كانت المرأة الصغيرة لا تزال تحتفظ بجمالها وبشعرها الطويل وبعينيها اللتين تقطران عشقا له، وبجرأتها في عدم إخفاء حبها له. سلمت عليه وجلست قبالته، رد سلامها وسألها عن حالها، وجروح قلبه تتفتح وتعود لتلك الأيام. هي تطمئنه عن حالها، تسأل عنه، عن دراسته، وقلبها ينفتح على جمال ضاع أو ضيع. هو يندب حظه، فكيف لعناده أن يجعله يتركها؟ وفي حضرة الحب المستعاد ينسى كل منهما خلافه مع الآخر. تقول له:
بعد أن سألها عن وجهتها إنها ذاهبة إلى بيتها، وبالتأكيد ستركب الباص نفسه. اختلط لديهما الحزن بالفرح، شدة الشوق بفجأة اللقاء، أرادا أن يتمالكا، ولكن عبثا يحاولان إخماد باب لم تخمد بعد. بدا عليهما ذلك أكثر، لأنه بمجرد مجيء زوجها طلبت منه العودة ثانية لبيت أبيها وتأجيل سفرها إلى اليوم الثاني. ودعته بحضور زوجها ورحلت، تركته رمادا تستطيع النسمة أخذه بعيدا. لم تحتمل أن يراها جوان مع شخص آخر، فكل آمالها كانت مرتبطة به، وحاولت معه كثيرا بعد أن تركها كي يعود إليها، لكنه لم يعد. قال لها وهو في أوج حبه لها: نحن لا نصلح لبعضنا. خرجت من المكتب وهو يعلم بأنها لن تنام الليلة وأنها تبكي الآن في الطريق. خرج وراءها، تبعها حتى نهاية الشارع، توقف إلى أن رآها تبتعد وتختفي في شارع فرعي. عاد أدراجه حزينا. صعد جوان إلى الباص وعيناه على ذلك الشارع. كان يتمنى أن يراها ثانية، فهو يحس بجروحه تتفتح من جديد. شريط الذكريات يعيد نفسه. أول محادثة بينهما كانت أمام باب المدرسة، وبعدها كان لقاؤهما اليومي في كل استراحة بين حصتين، وكيف كانا يتبادلان الرسائل، وكيف اعترف بحبه لها وقد فعلت هي أيضا. طوال الطريق كانت الذكريات تضغط على روحه، وهو لا يدري كيف أثر فيه هذا اللقاء بعد فراق طويل، وبعد أن اقتحم جديدا في ربيع حياته. يكفي يا سماء، فجروحي تعتقت، أصبحت نبيذا رومانيا دفينا، وشجرة أنبياء تفرعت حتى لم تبقى مساحة للتفرع. هكذا يكلم نفسه. لم يتخلص جوان من حالته هذه حتى توقف الباص فجرا في دمشق. أخيرا إنه هواء دمشق وشوارعها العريضة، ولقاؤه لين القريب الذي سيخفف كثيرا من الضغط الذي سببه لقاؤه مع جرحه الأول. توجه مباشرة إلى دوما حيث بيت أخته، متشوق أيضا لرؤيتها وأولادها. أخته هذه كانت تزور أباها في سجن عدرا مع أخيها أحمد كل 15 يوما كما هو مسموح به في نظام السجن. كان أحمد ينطلق من مكان عمله لينتظرها أمام السجن، وهي أمية لا تعرف القراءة، فتوقف السيرفيز لتقول للسائق: هل أنت ذاهب إلى سجن عدرا؟ فيرد السائق: لا يا أختي، ألا تعرفين القراءة؟ لتقرأي لوحة السيرفيز وما هو مكتوب عليها. اضطرت حينها لتحفظ لون لوحة السيرفيز متجهة نحو سجن عدرا. تقول أخته: في إحدى المرات تأخر أبي نصف ساعة لم يأتي، أما رفاقه فقد جاءوا ليروا أهلهم، فقلقت كثيرا ولم أتحمل، فناديت بأعلى صوتي: لقد قتلتم أبي، لقد قتلتم أبي، حتى جاء أحد المساجين ليقول: لا يا أختي، والدك في الطريق ونحن نحبه، إنه الكبير بيننا والمحترم. لوهلة أولى لم أصدقه، لكنني رأيت أبي قادما. حينها فقط ارتاح قلبي. يدق جوان جرس البيت فيفتح ابنها الصغير الباب، وقبل أن يذهب لحضن خاله ينادي بأعلى صوته: لقد جاء خالي جوان. فتركض العائلة كلها باتجاه الباب، فأخته مستعدة أن تضحي بروحها لأجل والديها وأخوتها وأولادها مثل عائلتها، مفطورون على الحنان. يدخل جوان البيت ليرى سهره يستعد للذهاب إلى عمله. مجتمع دمشق غير مجتمع الجزيرة، فمجتمع الجزيرة زراعي، اعتماده كل على الزراعة، فمن الموسم إلى الموسم. أما في دمشق فالمجتمع مهتم بالصناعة والتجارة والأعمال اليدوية، ولا بد للعامل لكي يعيش أن يعمل يوميا من الصباح إلى المساء ليؤمن لقمة عيش أسرته. أمضى جوان يومه في بيت أخته. كان يوما جميلا استعادوا فيه كل الذكريات السعيدة منها والحزينة. اتصلوا بأخيهم أحمد الذي جاء لينضم إلى حديث الذكريات. وفي اليوم التالي توجه إلى الجامعة ليرى شيار ويعرف
إن كان قد استأجر غرفة أم لا. كان شيار وسامي واقفين أمام باب الكلية. جوان: مرحبا يا أصدقاء. الاثنان: أهلا بك والحمد لله على السلامة. شيار: كيف غيرت رأيك وأتيت؟ كنت أعتقد بأنك لن تأتي الآن. جوان: سحبت بطاقة يا نصيب. سامي: جميل جدا، إذا غداؤنا اليوم عليك. وكم ربحت؟ جوان: خسرت الجائزة الكبرى. يضحك الثلاثة. سامي: يبدو أنك اشتقت للحبيبة. جوان: أي حبيبة؟ سامي: في هذه الكلية وربما في الجامعة كلها لا يخفى علي شيء. يبدو أن حظك من السماء حتى أحبتك قطعة الجبل الجليدي تلك. شيار: لو تتابع دروسك كما تتابع أخبار الفتيات يا سامي لكنت من الأوائل على مستوى الجامعة. سامي: وماذا سأستفيد من دراستي؟ أبي لديه 1000 دونم من الأرض وأنا سأعيش حياتي وسأبقى في الكلية 8 أعوام. جوان: إذا يا محب الحياة، هل جاءت هيلين إلى الكلية؟ سامي: لا، لم تأتي بعد. شيار: دعونا نشرب شيئا الآن، بعدها نذهب لغرفتنا الجديدة يا جوان. الاثنان: هيا بنا. غرفتهم الجديدة صغيرة لكنها مريحة، ففي المنزل ساحة مناسبة وفيها شجرة مشمش وارفة. جوان: تعذبت كثيرا وأنت بعيدة. هيلين: لماذا؟ جوان: الشوق أتعبني، روحي كانت تفيض حزنا وأنت قاسية على قلبي المرهق. تخفين كل شيء وتهربين من عين اللتين تشعان نورا بمجيئك. كل شيء يقتلني وكل شيء يقمعني أيا سيدة الكلمات، لولاك ما كان قلبي خفق ثانية ولا عذبني ثانية، وما كانت الكلمات تغازل الكلمات. هيلين: بماذا تحس وأنا معك؟ جوان: بروعة الحنين، بدفء داخلي، بالشوق للرحيل والإقامة داخل أعماق. أتمنى أن أهمس يوما في أذنيك عن حجم الشوق الذي يمتلكني، أن أقول كلمة واحدة، لكن لن أقولها الآن لأنها لن تتغلغل في شرايينك. لذلك أستميحك العذر سيدتي، سأتخذ من الصمت موقفا. هيلين: الصمت في العشق جريمة، لا تخفي في قلبك ما تبديه عيناك. عندما تتفجر الينابيع لا تعيقها طبقات الأرض. ومن قال لك إن كلماتك لن تدخل شراييني؟ شراييني مليئة بك. جوان: أحبك قدر رحمة الله، أحبك قدر العذاب الذي أعانيه، قدر قطرات المطر النجوم. أحبك. هيلين: أحبك بقدر الجوامع والكنائس وكل دور العبادة. أحبك فأنت الوحيد الذي استطاع أن يقتحم مملكتي ويفتح أبوابها بلا سيوف أو سهام، وكنت أظن أبوابها من فولاذ لا يقوى بنو البشر على فتحها، لكن حبك برهن على أن أبوابها ياسمين ينتظر عاشق يشمه. مملكتي من دونك أطلال. جوان: وأنا من غيرك إنسان تائه ولا يجد نفسه إلا معك. الضياع في حبك وجود، والوجود بدونك ضياع، فكيف لي أن أضيع بعد اليوم وقد رأيتك؟ فكيف لي أن أضيع بعد اليوم وقد رأيتك؟ بل أنت من أخرجني من الضياع، أنقذتني بحبك، وكنت أخشى ألا يلامس حبي وجدانك فأبقى ضائعا أبحث عن نفسي ولا أجدها. هيلين: لا ضياع بعد اليوم وأنا معك. يعطس شيار العاكف على كتابه في زاوية الغرفة، فيصحو جوان من تخيلاته ويعلم بأن اعترافه لهيلين واعترافها له كان سرابا، لكنه يفرح لأن هذه المحادثة أشبعت روحه الظمأ ويتمنى أن تحدث في الواقع.